السلام عليكم يا جماعة، أخباركم عاملين إيه؟ وأتمنى تكونوا بخير. الناس كتيرة بتسألني بتقول لي أنا جاي لي عقد عمل في سلطنة عمان، وجاي لي إن أنا أشتغل سواق. يعني والله من ضمنهم واحد قريب، يعني مش هقول اسمه إيه عشان الفضايح. فبيقول لي أنا هاجي هنا، جاي لي عقد إن أنا أشتغل سواق. و... فقلت له خلاص اقفل بقى، الموضوع كده كلام فاضي. فبيقول لي ليه يا عم؟ ده الراجل بيتكلم جد وبتاع وهدفع له تقريبا مبلغ يعني. قلت له طب اول حاجة هنا ممنوع انك انت تسوق اي عربية نقل او اي عربية تبع الشركة وانت مش عماني، لان دي اسمها وظيفة متعمنة. متعمنة يعني ايه؟ يعني ما تنفعش غير للعمانيين، ما حدش بيشتغلها غيرهم. تمام. فطبعا الموضوع فاكس. يعني هنا مش هتلاقي واحد مطلع رخصة تالتة ولا تانية وهو مش مصري وهو مش عماني. انت لو اتمسكت بتروح الشلاحات يعني. في بعض من الهنود وبعض من البنجالة وبعض الباكستانيين بيشتغلوا شغلانة السواقين النقل. بس معظمهم بيبقوا تبع شركات شحن بتكون خاضعة للدولة بتاعتهم، يعني فاهمني. بالنسبة للي بيقول لي أنا جاي مساعد، جاي أشتغل كاشير أو محاسب، برضو دي مش شغالة هنا. للوافدين ممنوع أي حد يشتغلها. دي لازم يكون عماني. هو ممكن يطلعك عمان وتروح تشتغل كده، بس على الورق انت مش شغال كده. تمام. يعني المحاسب ما بيبقاش اسمه محاسب. يعني مثلا في ناس اعرف انا ممنوع مثلا هنا تداول مهنة المحاماة لغير العمانيين. فهو بيجي بيبقى العقد بتاعه اسمه خبير استشاري شؤون قانونية. يجي عادي بيشتغل، بس بيكتب مرافعات وبيكتب كل حاجة، لكن المحامي العماني هو المتصدر أمام الحكومة وأمام المحكمة، وهو اللي بيروح بيقول الكلمتين اللي مكتوبين أيا يكن مجال الشغل طبيعته إيه. مفيش حاجة اسمها محاسب يطلع محاسب هنا. المحاسب بيطلع ليه مسمى تاني. الكاشير ما فيش واحد هيطلع مكتوب في البطاقة بتاعته أو في الرقم المدني بتاعه إن هو طالع كاشير، ولا يطلع مكتوب محامي، ولا يطلع مكتوب محاسب. ممكن يسمى لك تحت أي بند تاني، لكن وتشتغلها يعني. بس لو جت القوة العاملة وهرشتك بتبقى وحشة، يعني بيبقى فيه غرامات تقيلة. بالنسبة لشغلانة الأمن متعمنة. لازم يكون عماني الجنسية. الأمن هنا عمانيين. مفيش حاجة يعني. نرجع بقى لموضوع قريبي ده والله. فبيقول لي أنا هشتغل سواق في مستشفى ومستشفى حكومي. قلت له لا، ما فيش الكلام ده يعني. ما فيش مستشفى هتشغلك سواق عندها. يعني انا ديني فن رعايه ومش شغال بالمجال بتاعي، لان طالبين بروماتريك ومش بروماتريك. وتخيل بعد البروماتريك الاولويه مش ليك، الاولويه للهندي. ليه طيب الهندي؟ طب ما انت مثلا وليكن انت بيرفكت في الانجليزي، بس الهندي سبحان الله يا اخي، بيرفكت في الانجليزي وبيعرف يتعامل مع الهندي اللي زيه، وبيعرف يتعامل مع البنجالي. تقريبا لغتهم قريبه من بعض، ما تعرفش يعني. وفي نفس الوقت بيتعامل مع العمانيين كانه واحد منهم يعني. بيخبط يعني زينا يعني مثلا. بس انا مثلا ما بكون بحكي مع واحد هندي بنخبط مع بعضينا، يعني شويه عربي شويه هندي شويه انجليزي. هو اهم حاجه عنده اول ما تدخل له هلا صديق كيفك، هو كده بدأ يفهم ان انت مش فاهمه وهو كمان مش فاهمك. فبنمشيها بالمحبة يعني. عدي لي كلمة عدي لك كلمة. واكتر حاجة تضايقك اول ما يقول لك انت برابر، انت راجل برابر والله. هو قصده ان انت راجل تمام، لكن احنا عندنا برابر دي حاجة
بربط بالمره، واشوفكم على خير.